السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح هنتكلم عن ال tissue repair in the immune system. قالك ال immune system ده مش مجرد إن بيكافح أي foreign molecule أو foreign substance داخل الجسم، لأ قالك كمان إن هو initiate ال tissue repair بعد حدوث infection أو injury والقضاء وإصلاح ال injury اللي حصل ده. تمام. فقالك في الماكروفيجز في M2 macrophages، دي المرحلة دي alternative activated macrophages، مهمتها ان هي تخش في ال anti inflammatory cytokine في السيتوكاين المهمين جدا اللي في المرحلة دي بيكون الانترلوكين 4 وانترلوكين 13. تمام. فقالك ان في جروس فاكتور بينتج من ال M2 macrophages، عندك ال VEGF وال TGFB اللي هو ال vascular endothelial growth factor، وده بيبروموت ال blood vessels formation. تمام. اما التاني transforming growth factor بيتا، ده بيستيموليت الفايبروبلاست activity والكولاجين production. الفايبروبلاست activity اللي هو بيحاول ينتج اكتر الكونكتيف تيشو، خاصة مركب الاكسترا سيلولار ماتريكس اللي بيكون نتورك ما بين السيلز او ما بين التيشوز او ما بين الاورجنز، عشان خاطر يخش في أهمية السترينث ما بين التيشوز أو ما بين الأورجان. ده بيكون في الإكسترا سيلولار ماتريكس منتج من خلال الفايبروبلاست أكتيفيتي. تمام. فقال لك إن الاستيميوليشن في الماكروفاجز 2 قال لك بيبروفليت بيكون في residual tissue cell، دي بتخش في مرحلة الريجنريشن للتيشو. تمام. وبرضه زي ما قلت لك الفايبروبلاست ده بيفورم نيو كونكتيف تيشو. طيب الاوتكم اوف ماكروفاجز اكتيفيتي، قال لك لو في دامج سيل بيعمل لها ريبليس، تمام، بسيل تانية عشان خاطر يتم اصلاح ما تم افساده من خلال او اثناء عملية الانفلاميشن، اثناء عملية الديفنس ميكانيزم. تمام. كمان قال لك ان لو عملية الفايبروبلاست لو زادت قوي بكمية كبيرة، تمام، اللي هو زاد قوي انتاج مادة الاكسترا سيلولار ماتريكس، ده بيخش في مرحلة الفايبروسيس. بيخش في مرحلة الايه؟ الفايبروسيس. ممكن فايبروسيس في الليفر او البلمونري. تمام. فالتيشو ما بتعرفش خالص تعمل ريجنريشن عند المرحلة دي. تمام. جميل جدا. طيب rule of other immune cells، عندك في ال T helper cell 2 قال لك دي بتريليز السيتوكاين الخاص بال anti inflammatory cytokine اللي هو الانترلوكين 4 والانترلوكين 13. ده بيسبورت عشان خاطر activate الماكروفاجز اللي هو ال M2 زي ما قلنا alternative activated macrophages. تمام. قال لك كمان عندك ال innate lymphoid cells، قالك ده بيبروديوس جروس بروموتنج سيتوكاين زي انترلوكين 5 انترلوكين 13، ودي بيخش في مرحلة التيشو ريبير. كمان قالك لو حصل زيادة جدا زي ما قلنا في عملية الفايبروبلاست تخش في مرحلة الفايبروسيس. طب البالانس ما بين الريبير وما بين الباثولوجي هي لسه قايلينها دلوقتي. قالك لو في اوفر اكتيف، قالك لو عملية الريبير زادت قوي، عملية الفايبروبلاست زادت قوي، ده بيخش في مرحلة الفايبروزز. تمام. طبعا الاورجان ما بتعملش الفانكشن اللي هي عاوزاها. تمام. وبتامبير عشان خاطر التيشو يحصل له ريجنريشن. كمان قالك ان لو حصل يعني مش زادت عملية الريبير، لا، لو عملية الريبير دي ضعفت وما بقتش تأدي شغلها، قالك بتخش في مرحلة الكرونيك انفلاميشن. انا خلاص انا بدأت عمال اهاجم مش لاقي حاجة تدفعني، مش لاقي حاجة توقفني، ففي كرونيك من الانفلاميشن، فعدم توازن هنا في الموضوع. تمام.
فالانفكشن او الانجري persistent بيكون في بتخش في حالة استمرار. تمام. فالعملية دي بتكون صعبة جدا انك انت تحلها. ده في الكرونيك انفلاميشن. جميل 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 جدا. طيب وده كان درسنا النهارده الخاص بالتيشو ريبير وفي الاميون سيستم. تمام. ان شاء الله يكون درس خفيف وسهل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم.